المسيرين، السيد عون السلطه، الحضور الكريم، الناس اللي سيروا الفريق هذه السنه ديال 2015 2016. من هذا المنبر هذا تنقول لهاد الناس انني غنتكلف بهذا الشيء اللي خليتو نتوما صراحه، من ديون، من اللاعبين، من مسؤوليه، من كل شيء، من اي حاجه ان شاء الله. ممكن تعطينا واحد البطاقه تعريفيه على السيد الرئيس الجديد للاتحاد الرياضي بالجزائر؟ نور الدين حساك، المهنه مسير شركه، رياضي سابق، لاعب، اولا لاعب سابق، ثانيا تقني مدرب، مساعد مدرب مع الاخ منسق 2015 2016. شنو هي الوعود اللي ممكن تقدمها للساكنه البجعديه وخاصه الساكنه الرياضيه اللي كتنتظر الكثير من الفريق؟ الا سمعتوا التقرير الادبي اللي تلا الاخ نور الدين نظيف، فهو هذاك اللي غادي اولا قبل كل شيء غادي نحاولوا نكونوا فريق في هذه السنوات هذه. ما كنقولش اننا الصعود، انا تنقول لكم من دابا، تنقول لكم غادي نكونوا فريق، غادي نحيدوا كاع المشاكل اللي كانت عالقه في عند المكاتب كاع اللي دازوا من تسيير عشوائي، من مديونيه، من حنا غادي نفكوا المشاكل ان شاء الله، وغادي نحاولوا نكونوا فريق في ظرف عام او عامين او 3 سنوات. الا الصعود ما نقدرش نقول لكم شي حاجه. وفي الافق ديال تشكيل المكتب، شنو هي الاقتراحات اللي عندك؟ شنو ممكن يعني الناس اللي على حد ما اتفق عليه الجمع بخصوص استقبال منخرطين جدد؟ الحمد لله حنا كاين الناس كيثيقوا فينا، حنا غادي نكونوا مكتب من منخرطين، ما غاديش نقول بالضبط شكون ولا هادي، وكاين الناس غيورين، وكاين الناس اللي باغيين يدعموا الفريق ماديا ومعنويا، غادي نتفاجئوا نعيطوا لهم وغادي نكونوا بهم جد، غادي يكونوا بهم واحد المكتب مسير. بشكل موجز الرساله الموجهه للساكنه الرياضيه البجعديه. الرساله الموجهه، انا كنقول لهاد الناس هادو ارتاحوا، راه ما غاديش يبقى هذا المشكل ديال الفريق ما باغيش يلعب، الفريق عندهم ديونيه، الناس كيتسالوا ان شاء الله باذن الله هاد السنه غادي نفكوا كاع هاد المشاكل. تبارك الله. شكرا.